نظمت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة برج بوعرريج ملتقى وطنيا حول التعليم المقاولاتي في الجزائر. وقد حضر الملتقى كل من رئيس الجامعة البروفيسور بودرسايا وعميد الكلية البروفيسور عمار أبو جمعة وممثل عن دار المقاولاتية في الولاية. تم افتتاح الملتقى بكلمة ترحيبية من قبل عميد الكلية البروفيسور عمار أبو جمعة، الذي أكد على أهمية تعزيز مجال التعليم المقاولاتي في الجامعات الجزائرية، وشدد على أن هذا الملتقى يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي. وقد استعرض الأساتذة المشاركون في الملتقى أحدث التطورات في مجال التعليم المقاولاتي وسبل الارتقاء به، كما قدم العديد من الخبراء ورش عمل ومحاضرات تفاعلية عبر تقنية جوجل ميت، حيث أتاح هذا الملتقى الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والتجارب بهدف تطوير جودة التعليم في هذا المجال. وجاء هذا الملتقى في إطار التزام الجامعات الجزائرية ومنها جامعة برج بوعرريج بدعم التعليم المقاولاتي لتطوير الكفاءة الريادية للطلاب وتعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال في المجتمع الجامعي. الإطار العام لإصلاح المنظومة المقاولاتية في الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تضرب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية موعد مع المشروع الذي أكد عليه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو المقاولاتية. وبالتالي نرى بأن جامعة محمد البشير الإبراهيمي قطعت أشواط كبيرة في هذا المنحى، والمشروع الذي عمم على كل الكليات. لذلك دأبت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أن تعقد ملتقى وطنيا حول التعليم في الفكر المقاولاتي بالدرجة الأولى. ولعل هذا الملتقى موجه أساسا باعتباره مشروعا جديدا موجه إلى الطلبة على مستوى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونرى أن الحضور لتثمين هذا المجهود. هناك العديد من الجامعات الوطنية التي شاركت عن بعد، منها مسيلة، أم البواقي، كيكدا وبومرداس، مما يدل دلالة قاطعة على اهتمام جامعة محمد البشير الإبراهيمي بالمشاريع التي أكد عليها السيد الوزير. والمبادرة كانت من رئيس الملتقى الأستاذ بوقفة من خلال المخبر الوحيد الموجود على مستوى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. ونرى أن هذه المبادرة مبادرة طيبة ترقى إلى مستوى الاهتمام بالتوجهات التي قدمها السيد الوزير لكل رؤساء الجامعات. لذلك دأبت جامعتنا على أن تكون ضمن هذه الجامعات التي طبقت هذا القانون. نتمنى لملتقانا النجاح والتوفيق، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. بطبيعة الحال عكفت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على تنظيم العديد من الندوات والملتقيات سواء الوطنية أو الدولية. وضمن هذه الملتقيات التي عكفت الكلية على تنظيمها اليوم قمنا بتنظيم ملتقى وطني عنوان التعليم المقاولاتي واقع وأفق. شهد هذا الملتقى مشاركة العديد من الأساتذة الأفاضل من مختلف جامعات الوطن، وهو بطبيعة الحال ملتقى هجين حضوري وعن بعد. يهدف هذا الملتقى إلى أول شيء تكوين طلبة المشرفين على التخرج أو المقبلين على التخرج، سواء طلبة السنة الثالثة وحتى طلبة الماستر، في تحسيسهم بواقع المقاولاتية، وأيضا بهدف تكوينهم وبهدف مسايرتهم ضمن الاستراتيجية الوزارية المتمثلة في محاولة تكوين الطلبة على إنشاء مؤسسات مقاولاتية ضمن القرار 1275. إذن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية واكبت هذا الحدث، وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات، أهمها هو أن يرتقي هذا الملتقى إلى ملتقى دولي بحيث تكون فيه الخبرات من مختلف جامعات الوطن. هذا يهدف أساسا بطبيعة الحال إلى أنه نتخلص من الاقتصاد الريعي وندخل في الاقتصاد الحر عن علم وعن معرفة
وبالتالي النهوض اقتصاديا ومسايرة التطورات التي بطبيعة الحال تسعى إليها الوزارة الوصية، والمتمثلة أساسا في حث الطلبة على إنشاء مؤسسات ناشئة، وبالتالي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي. وشكرا. ورشة حضورية بلغ عدد المداخلات في الورشة الواحدة تقريبا 10 مداخلات في المتوسط. طبعا في الختام هذه الكلمة أجدد الترحاب بالسيد